الموضوع كله مش مجرد حرق، مش مجرد حاجة عملت إصابة في طبقة الجلد عندي وأنا همشيها على مراهم وكريمات وهيحصل التئام. الحروق ليها آثار كتيرة جدا جدا بتأثر على الشخص. أولا عندنا الأثر الخارجي أو التأثير الجسدي. حد اتعرض لمنطقة معينة في جسمه فيها حرق، طبعا بيحصل تشوه في المنطقة دي. الشخص نفسه بيبقى متأذي خارجيا، شايف إن شكل جسمه مش كويس، مش عايز أي حد يشوفه بالمنظر ده. الأثر النفسي دي حاجة مهمة جدا جدا ما ينفعش نهملها. أي شخص اتعرض لحرق بيدخل في مرحلة من الاكتئاب والإحباط، بيبقى دايما منغلق، مش عايز يتعامل مع المجتمع، خايف إن هو يظهر أي حد يشوفه بسبب المنطقة اللي عنده فيها حرق. عندنا الأثر العضوي برضو، الحروق اللي بتيجي في أماكن حساسة، اللي بتيجي في أماكن فيها حركة كتير زي مفاصل الإيد أو مفاصل الركبة، بتأثر على الحركة. وفي حاجات ممكن تعمل تيبس تام في المفاصل وصعوبة في الحركة إلا لو بدأنا على جلسات علاج طبيعي بسرعة. فكل الحاجات دي لها تأثير عضوي على حركة الجسم الإنساني. ففي تأثيرات كتيرة جدا للحروق ما ينفعش إن احنا نهملها، ولازم الشخص يبقى مدرك، والأشخاص اللي حوالين الشخص المتعرض للحرق يبقوا مدركين التأثيرات دي كلها وهم بيتعاملوا معاها.